أكبر طعنة توجه إليك حينما تتوسم برجل خيرا ثم يغدر بك. أكبر طعنة لما تستأمن أناسا سرا ويغدرون بك. لصديقك الذي تعتبره كجدران المنزل يحميك ويأويك ويحافظ عليك، تأتي تعطيه سرا ثم تتفاجأ أن يخرج السر من عنده. طعنة. غدر الأصدقاء. لا نريد صديق يصفق لي وأنا أعلو. كل الناس تصفق لك، حتى إبليس يصفق لك وأنت تعلو. أريد رجل إن سقطت مد يده إلي، قم أعانني. هذا بألف رجل، هذا بأمة. هذا الذي نتمنى. أريد صديق إن تكالبت علي الدنيا يقف معي ويعادي الدنيا لأجلي. الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أبو بكر، لماذا سمي بالصديق؟ وقف مع رسول الله في خضم معاداة الأمة له وصدقه. هذا الذي نتمنى. أريد صديق إن غدر بك الناس تكلم بك الناس كان لك سندا وعونا وظهرا وسلاحا. دينك يمنعك أن تغدر بعدوك، كيف بصديقك؟ استأمنك على سر، استأمنك على حياته، ربما على ماله، ثم بأقل خصومة تقع بينك وبينه تصبح أنت من أشد الأعداء له. كم من رجل تحسبه صديقا وهو بألف عدو، وكم من رجل تحسبه عدوا وهو فيه الصداقة أكثر من صديقك وفيه المرجلة. لهذا الله عز وجل صدق حينما قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك في الحياة الدنيا لأنه ما أعرف نيته، ما أعرف صادق ولا كاذب. يقف يتكلم أحبك حبا كمداد البحر وسل عني الغيم والسحاب والقطر وأخذ قصائد. ما تعرف ما في نيته. يجعل لك من الماء الأجاج عذبا فراتا. فالله عز وجل لخص لك الحال، قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. في الدنيا بس، عند الآخرة تبلى السرائر، تبعثر ما في القبور. وش سريرتك أنا راح أشوفها يوم القيامة. في الدنيا ما أعرف وش ضمرت لي. قال الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. شوف المصيبة، والله أنا أحبك، والله شاهد من فوق سماء، والله أحبك، وهو ألد الخصام، يعني أشد الأعداء. أنا لا أعلم الصديق من العدو إلا إذا وقعت في نكبة ومأزق. في حالة الرخاء إبليس يصاحبك، في حالة السقوط لن يبقى معك إلا أصحاب النفوس الطيبة والمعادن الأصيلة. إياك أن تراهن على أحد وأنت في القمة، لأنها كل النفوس واحدة أمامك. والصداقة لا تشترى، والمرجلة لا تشترى. الطبع الأصيل يبقى أصيل لا يتغير. يوسف عليه السلام وهو في السجن قال له السجناء إنا نراك من المحسنين. ولما حكم مصر قال له إخوته لما أرادوا البضاعة قالوا إنا نراك من المحسنين. يوسف الذي في السجن هو نفس يوسف الذي حكم مصر. ما تغير المعدن، الظروف لا تغير المعدن، لكن هناك أناس قلوبهم كالطين تتشكل بحسب البيئة المحيطة بهم. لهذا لا تراهن على أحد وأنت بعلوك، فالكل يصفق لك.